25. عاملين ايه في حفله بتاع يوم 25؟ عاملين حفله ايه هنا؟ يعني في البيت. في البيت. لا اقعد في البيت عادي. 25 في البيت ان شاء الله. مش هنطلع بره المدينة. في بيتنا. لا هي وظروفها، بس لو كده هحتفل في بيتنا يعني، او في الشارع مع اصحابي عادي يعني. والله انا بفكر ان انا اقعد في البيت ما انزلش. بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله باذن الله احتفل في البيت. الحقيقة ممكن أكون بكسر المطبخ عندنا عشان ناويين نهدي المطبخ ونعمله صالة ونقلب الصالة مطبخ. ده يوم 25. ده لا، هو من 25 لحد ما أخلص. مفيش شغل 25. ليه مفيش شغل؟ اهو مش هيبقى في شغل. والله انا لو عليا عايز الناس كلها تنزل عشان اشتغل ويبقى في دنيا حلوه يعني. في الشغل ان شاء الله. لو في حد نازل هنزل. تنزل ليه؟ نحتفل. انا هحتفل هنعمل ايه؟ ادينا هنقعد في الشارع نهزر نضحك كده يعني. مبقاش في حد عايز يعمل حاجه. كل إحساس إنه بيقول الدنيا تخرب. يوم عادي جدا. وفي ايه يوم 25؟ في ثورة، احتفال بالثورة. ما الثوره خلصت خلاص. امال هم مدين اجازة رسمي ليه؟ عشان بيحتفلوا بعيد الشرطه. يعني مش هتعمل حاجة. يا مونيكا تعالى هقول لك حاجة. ضربتها. لا أنا هقعد في البيت. هشرب بيبسي عادي يعني مع اهلي وكده. عند عمتي هنا عند ارابيلا، اكيد في ناس كتير هتبقى فين؟ هنا عند ارابيلا. انا هحتفل هنا برضه في ارابيلا، اكيد يعني عند الاتحاديه يعني عشان يعني بس يعني اتوقع الناس كلها تنزل هكذا برضه الميدان واحد. هكذا. احنا ضد اي ارهاب، ضد اي ارهاب، احنا ضد اي ارهاب ونكون كده سعداء. عندك موهبة. طب ما انزل لك اسف. تعال. والكلمة دي عندي فيها راحة البال. لا هيمر بسلام. بامانه. يعني جالك معلومات. لا مش معلومات ولا حاجه، احساس. هو ممكن يبقى زي السنة اللي فاتت تحصل زيطة كده وما يحصلش حاجة. ده ممكن يعني. تحصل زيت وما يحصلش حاجة. عايزين بقى مخلصين امتحاناتنا هنخرج هنتنقل على عين أبونا نشوف أي حاجة نعملها. كفاية هري بقى كفاية. لا ده حقيقة. ده موقع الحكاية. فاهمة، انا اول مرة اطلع على التلفزيون على فكرة. أيوة طبعا العربية والشماريخ وهنولعها. انا هحتفل عشان احنا بنحب السيسي. اتكلوا على الله اتكلوا على الله. بقول لك أعمل لك إيه بقالي سنتين وما كسبتيش. ابعت لي مسج. أبعت لك مسج مش وكده. تعالى اسألك سؤال. طب تعالى اسألك سؤال. تعالى اسألك سؤال. سؤال.